بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. في الاكسرسايز رقم 13 هنا عايز يعمل ابلكيشن بالجافا سكريبت بيتشيك whether a given array of integer is sorted in ascending order. يعني انا هدخل حروف معينة في array معينة، مثلا a b بالشكل ده c. طيب ده كده مترتب على حسب الحروف الأبجدية تصاعديا A B C، مفيش مشكلة. طيب لو أنا جيت خدت الكابتن ده حطيته هنا بالشكل ده، وخدت الكابتن ده بدلته بالأولاني بالشكل ده، المفروض إن ده هيطلع فولس، يبقى ده المفروض هيطلع true بالشكل ده، والكابتن ده هيطلع فولس بالشكل ده. جميل. طيب نفس الفكرة في الأرقام، لو أنا عملت واحد مثلا 1 2 3، فمن المفترض ان هو هيطلع true بالشكل ده. طب لو انا جيت هنا قلت لا ده 5 وده 3، فمن المفترض ان هو هيطلع false. يعني من الاخر هو الترتيب من البداية للنهاية تصاعدي. طب عشان اعمل الكلام ده محتاج ان انا هعمل لوب. انا بصراحة حابب ان انا استخدم لوب جديدة جدا، وهي اللوب التلقائية اللي هي الفور الستاندر العادية خالص. بتتعمل ازاي؟ هقول على سبيل المثال const is sorted، ده اسم الفانكشن بتاعتي، وهبدأ أديها على سبيل المثال أي بارامتر سميتها num بالشكل ده، وهفتح السكوب بتاعي. إذا كده أنا منتظر إيه؟ منتظر بالظبط كده الريتير. طيب هقول الفور، وأقول البداية بتاعتي دايما بتكون بصفر. تمام. ممكن يعني البداية تكون بواحد عادي، مفيش مشكلة خالص. فأنا هقول إن البداية بصفر، واقول ان الاي اقل من اللينس بتاع البارامتر اللي انا هدخله ان شاء الله ماينس واحد. سوري، ماينس واحد. ليه ماينس واحد؟ لان انت بادئ من الصفر. تمام. طيب وتبدا ان انت تعمل الانكريمنت بتاعك بالاي بلس بلس. الاي بلس بلس يا شباب معناها اهو، تعالى نعملها كده. الاي بلس بلس بالظبط هي ان الاي ايكوال ان الاي بلس واحد بالشكل ده. يعني انت من الاخر بتقول ان الاي بلس بلس دي عبارة عن ان انت بتزود على الاي واحد، فانت في كل لفة بتزود الاي واحد، بدل ما تبقى من الصفر تبقى واحد، في اللفة اللي بعدها تبقى اتنين، في اللفة اللي بعدها تبقى تلاتة، لغاية لما توصل للكونديشن بتاعك اللي هو الحد الاقصى لعدد اللفات بتاعتك. جميل جميل زي الفل. طب انا محتاج اعمل ايه جوه الفور؟ حضرتك لو هتكتب سطر واحد فانت مش محتاج ان انت تعمل على الاقل كيرلي براكت ده. ليه؟ لان انت هتعمل سطر واحد بس. تمام. فنفس فكره الاكما سكريبت، فانا مش محتاج اعمل سطر واحد وهعمل انتر هلاقيه دخل جواها كده بشكل باي ديفولت هنا في الفيجوال ستوديو كود عندي. طب منتظر مني ايه؟ منتظر ان انا اعمل كونديشن عشان يتشيك، يقول لي ان الرقم واحد ده اكبر من الرقم اللي بعده ولا لا، الحرف الايه ده اكبر من الحرف اللي بعده ولا لا. فانا هقول ان النم بتاعتي في المثال بتاعي اللي هو البراكت الاي، يعني في الاندكس بتاعه، لو انا كان عندي الاندكس بزيرو يعني هيبص على اول فاليو، لو عندي كان بواحد هيبص على تاني فاليو. طب لو هو كان اكبر من النم اللي هو اي بلس واحد، يعني اللي اكبر منه بدرجة. تمام. لو هو ده كان بزيرو فالمفروض ان ده زيرو زائد واحد هيطلع واحد، يعني هيقارن ما بين ده وهيقارن ما بين ده. طب لو ده كان بواحد يعني هيقارن ما بين ده، وواحد زائد واحد هيطلع اتنين، يعني هيقارن ما بين ده كمان، يعني الاتنين دول. تمام. طيب المفروض لو هو اكبر منه هيريتيرن فولس بالشكل ده. انا مش محتاج اكتر من كده. تمام. عكس كل الكلام ده المفروض ان هو يبدا يريتير ترو بالشكل ده. تمام. طيب انا هعمل console دوت لوج واقول is sorted. تمام. وابدا ادخل له الكابتن ده واشوف ان هي مترتبه ولا لا. تمام. A B C مترتبه. طب هعمل ده كده كوبي واقول ان ده مترتب ولا لا. اهو هنا بفولس. تمام. هشوف الارقام واشوف هي مترتبه ولا لا. تمام. بترو واحد اتنين تلاتة. طيب كابتن الأخير مترتبة ولا لأ؟ لأ مش مترتبة، واحد خمسة تلاتة.